مشيف هالبيت، كل شيء محطوط على راسي، مو اصلا هذا اللي انا فالحه فيه، انا هذا اللي فالحه فيه، لا انعزم ولا تاكلوني ولا انتم الحين بس تطلبون من هالمطاعم وتتكيفون على كيفكم، مالت عليكم فعلا. ايش فيك صاير؟ ما فيني شيء ولا اني زعلانه، وخر عن وجهي. كل هالصراخ وما فيك شيء؟ مين مزعلك؟ تكلمي قولي. هذا اللي فالحين فيه. بس تسألون زعلانة يما؟ فيك شيء يما؟ مضايقينك يما؟ مين مزعلك؟ انت اللي مزعلني. انا؟ اي انت. ليش سويت؟ كل يوم متفخفخ لي وطالع لي من هالمطاعم وهالكافيهات، ولا عمرك طرت على بالك امك الغالية ام محمد، ما قد طرت على بالك قلت بطلع امي باكلها بمطعم، بوديها كوفي شوب، اي حاجة منك؟ لا يما انت صايرة تدلعين ترى واجد. طيب ما قد قلتي لي ودني يا محمد مطعم، دلعني اكلني اعزمني، عمرك ما قلتي؟ مو المفروض انا اقول لك قوم ودني؟ العزيمة ما تجي بالطلب. ما بعينك. اي طيب انا وش دراني يما انت ما تحبين اكل المطاعم، دائما تقولي لا تطلبون من مطعم ولا تجيبون، فاكيد انك ما تحبينه يعني. اي نعم انا ما احب اكل المطاعم، لان حضرتكم من تشوفوني دخلت المطبخ اطبخ رحتوا تطلبون، اكيد اني ما بحب اكل المطاعم، بس لما توديني مطعم كشخه وحركات وشموع واكل لذيذ غير تفرق. تسلم عيونك. متى تبين نروح مطعم؟ الحين. يلا قومي. يلا مشينا. كم ام محمد عندي انا. ها يما ايش رايك المطعم؟ حلو بس يعني طبخي احلى طبعا، يعني لو انا قاعدين في البيت وسويت لكم اكل مو انا مزعجتنا ودني مطعم اخر شيء تقولين كذا. اي صراحه بس يعني احسن شيء فيه يعني الصحون للامانه، ولكن الاكل غالي يعني لو موفرين افضل. لازم توفرين. انا اشوف. قوم ودي البيت، الله يعافيك، اسوي لك ذيك الطبخه والمكروني على كيفك.